السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم من جديد مع قناتكم إشراقة سعيدة. رمضان خلص وعايزين نعمل عجينة القطايف. هنعمل مع بعض عجينة القطايف في أي وقت. مش شرط تكون في رمضان. هقول لكم على سر العجينة عشان تطلع زي بتاعة الحلواني اللي بيعملها في رمضان، وكمان هنعرف ازاي نسويها صح وتطلع معانا مقرمشة وجميلة زي ما بنجيبها من عند الحلواني بالظبط. يلا بينا نصلي على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاة والسلام، ونشوف هنعمل عجينة القطايف ازاي بدون مكونات كتير، وكمان ازاي نسويها صح. ما ننساش ننزل ندوس لايك وسبسكرايب للي اول مرة يشوف القناة. نبدأ بسم الله. معانا 3 كوبايات من الدقيق منخولين كويس كده، تمام. وضفت عليهم 3 معالق من النشا. مهم قوي نضيف النشا مع الدقيق ونخلطهم كويس مع بعض، تمام. واضيف معلقة من سكر البودرة ورشة صغيرة من الملح، ونقلبهم برضو كويس كده. نخلط المكونات كده جافة مع بعض، تمام كده. كلها مكونات موجودة في البيت، يعني مفيش اسهل من كده. نمزجهم كويس كده مع بعض. بعد كده بضيف حوالي نص معلقة من الخميرة برضو على المكونات بتاعتنا كده، ونقلبها برضو كويس معاهم. وهنزل عليهم بكوباية مية دافية. وهقلبهم بقى كويس كده لحد ما الخليط يبقى سائل، ولكن مش سائل قوي، يعني هيبقى متماسك شوية، هيبقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، تمام. عايزينه بالقوام ده، يعني ولا سائل قوي خفيف ولا تقيل قوي، في القوام المتوسط ده. شايفينه هو نفس القوام ده بتاع عجينة القطايف. شايفين؟ بصوا، المهم اهم حاجة ان احنا بنقلبها كويس قوي عشان ما يبقاش فيه اي حاجات متكتلة او مكان الدقيق في الخليط، تمام. نتأكد قوي ان هو سائل زي ما انتم شايفين كده هو تمام، والخليط الممتزج تمام خالص كده. شايفين بنوصل للقوام ده كده، تمام. شايفين القوام. لو لقينا كوبايه الميه قليله ممكن نضيف حاجه شويه عليها كمان، على حسب نوع الدقيق يعني. يعني يا اما هنضيف لحد ما نوصل بالقوام اللي انتوا شفتوه ده. هنا بقى العجينه بعد ما خمرت، انا طبعا سبتها ساعه، تمام. غطيتها وسبتها على جنب لمده ساعه. دي كده بعد الساعه بقت عامله كده. شايفين الفقاعات اللي فيها؟ جبت القمع وفضيت فيه شويه كده، تمام، بالمعلقه شويه صغيرين كده. وفي طاسة سخنة على النار بنزل بالطريقة دي كده بالعجينة، تمام. واكون حاطة صبعي في الفتحة من تحت كده من القمع، تمام. والنار بتكون هادية، بهديها لما بنزل بالعجينة، تمام. بتكون بالطريقة دي كده. شايفين انها عملت ازاي على طول؟ هنا بقى انا جربت، حبيت اجرب نقطة زيت كده في الطاسة، مسحتهم في الطاسة عشان اشوف ايه اللي هيحصل. فطبعا ما ينفعش ان احط او انزل بعجينة القطايف في طاسة مدهونة زيت خالص، وده خطأ ناس كتير بتقع فيه، او خصوصا اللي هم المبتدئين، تمام. هقول لكم ليه في الاخر الفيديو. ما ينفعش ندهن الطاسة بزيت، تمام. يبقى الطاسة المهمة قوي تكون ناشفة، تمام، من الزيت او ما فيهاش حاجة خالص، تمام. وتكون مهم تكون سخنة، بننزل العجينة وهي عليها وهي ناشفة، تمام. شايفينها؟ بصوا، بنهدي النار واحنا بننزل بالعجينة، وبعد كده بنعليها سيكة، وبعد كده بنرجع نوطيها تاني،
تمام. ما بتاخدش يعني ثواني، وبتبقى بالعجينة بالمنظر ده كده. بنشيلها كده على طول. تمام. شايفينها، شايفين الفقاعات، شايفين جمالها عامل ازاي. نعرف معانا ان هي نجحت معانا كده اهو لما نلاقيها لقينا يعني لقيناها بقت مخرمة كده. تمام. لقينا الخرام باينة كده. وهنا كده بعد ما انتهينا من عمل العجينة. تمام. شايفينها بقت كده جاهزة معانا ان احنا نقدر نحشيها بأي حشوة نحبها. تمام. بمكسرات، جوز هند وزبيب، بقرفة، بأي نوع حشو بنحبه. ممكن جبنة، أي نوع جبنة كريمي لو حابينها ما تكونش يعني حاجة كحاجة حلوة، أو قشطة. تمام. شايفينها من ظهرها عاملة ازاي من تحت. العجينة حلوة قوي وطرية. حلوة قوي ومقاديرها سهلة، ما فيهاش اي حاجة نقدر نقول انها مثلا مش موجودة في البيت. تمام. هنا بقى الحشو بتاعي هنحشيها. تمام. ده حوالي شوية زبيب على جوز هند وشوية سكر بودرة عليهم. تمام. وبقلبهم كويس كده. تمام. ونزلت عليهم بحوالي نص معلقة قرفة وبنقلبهم كويس كده مع بعض. وبنجيب واحدة واحدة كده ونحشيها بالراحة بالطريقة دي كده. شايفينها. تمام. نقفل الحروف كده وندوس عليها. ممكن لو حابين نعملها منظر يعني ممكن ندوس عليها بعد كده بشوكة من حواليها كده، هتعمل برضو شكل حلو. بس يعني كنت مستعجلة وكده فعملتها بالطريقة دي. تمام. بنقفلها، بنضغط عليها قوي بايدينا بصبعنا كده. تمام. لحد ما نتأكد انها قفلت معانا كويس عشان ما تفتحش معانا واحنا بنقليها. شايفينها شكلها حلو قوي. دي الطريقة السهلة لأي حد عايز يعمل القطايف اول مرة ما عملهاش قبل كده في البيت. اعملوها بالطريقة دي، حلوة قوي وسهلة وبسيطة. عايزة اقول لكم بقى ايه المشكلة لما بنضيف او بنمسح الزيت في الطاسة ونحط واحنا بنعمل القطايف. او الخطأ اللي ممكن اي حد ممكن يعمله، اللي هو ينزل بعجينة القطايف على طاسة مدهونة زيت. لما نيجي نقفلها القطايف مش هتتقفل معانا خالص. العجينة الاتنين اللي انا جربتهم بالزيت، لما دهنت الطاسه زيت ما قفلوش معايا خالص، ورميتهم ما نفعوش ان هما يتقفلوا. تمام. يبقى ما ينفعش ندهن الطاسه زيت واحنا بنعملها علشان لما نيجي نقفلها العجينه تلزق في بعضها. لو في زيت او ماده دهنيه مش هتلزق معانا. وطبعا بنجيب في حاجه عميقه، مهم يكون حاجه عميقه كده. طاسة عميقة، او لو ما فيش طاسة عميقة ممكن نستخدم حلة كده زي ما انتم شايفين. انا استخدمت حلة، كنت عند والدتي ما كانش موجود طاسة عميقة، اتصرفت وجبت حلة اللي هي غويطة بالطريقة دي كده. ومهم قوي الزيت يكون عميق فيها، يعني تنزل في زيت عميق. تمام. ويكون سخن قوي وتنزل تتحمر كويس. يعني المهم قوي ان الزيت ما يبقاش بارد او يبقى قليل، ده مش هتبقى ناجحه معاكي لما تطلعي القطايف كده. بعد ما حمرتها في الزيت ضفتها في شربات يعني دافي. تمام. شربات عادي جدا. ميه وسكر وحوالي نص ليمونه عليه، كوبايه ميه وكوبايه سكر ونص ليمونه.
وضفتها، بقيت اطلع كده واضيف في الشربات واطلعها. تمام، وبقت بالمنظر ده جميله قوي ومقرمشه وحلوه. اللي ما بيحبهاش بقى ياكلها او يضيفها في الشربات، ممكن يرش عليها سكر بودره برضو بتبقى حلوه. تمام، هي دي طريقه او دي طريقه. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. حاجة لذيذة وسهلة جدا، اهم حاجة ان تكون مكوناتها متوفرة في البيت. تمام، نقدر نعمل حاجة حلوة، مش شرط نكون في رمضان، في اي وقت، او عاملين عزومة وحابين نعمل حاجة حلوة، ممكن نعمل الطبق ده حلو قوي ولذيذ قوي وسهل. تمام، وفي النهاية اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ياريت ننزل نعمل لايك وشير وسبسكرايب لأول مرة يشوف القناة، قناة إشراقة سعيدة. كنت معكم أسماء شعبان، وأشوفكم على خير إن شاء الله مع فيديو آخر ووصفة جديدة. مع ألف سلامة.